وتعالوا نتكلم عن اتنين من ابرز الفترات في تاريخ الارض، الجليديه الاستورتيه الستورتشيان جلاشيشن، والجليديه المارينيه المارينوان جلاشيشن، واللي حولوا الارض لكتله جليديه ضخمه او زي ما بنسميها كره الارض الجليديه السنو بول بيلت. البدايه كانت من حوالي 716 مليون سنه مع الجليديه الاستورتيه. الارض في الفتره دي كانت متغطيه بالكامل بالتلج لدرجه ان البحار والمحيطات نفسها بتمد. تخيلوا بقى ان حتى خط الاستواء كان مغطى بالتلج. الحياه في الوقت ده كانت صعبه جدا، والكائنات اللي كانت موجوده واجهت تحديات مش عاديه للبقاء. بعد كده بحوالي 60 مليون سنه، وده وقت طويل جدا بالنسبه لنا كبشر، حصلت الجليديه المارينيه. دي كانت شبيهه بالاستورتيه، لكن يمكن نقول انها كانت النسخه النهائيه من حقبه الجليد دي. لو الاستورتيه كانت البدايه، المارينيه كانت النهايه. المهم ان الجليد غطى الارض بالكامل بره، ودرجه الحراره وصلت لدرجات منخفضه جدا لدرجه ان الحياه كانت شبه مستحيله. طيب ازاي انتهت الفترات الجليديه دي؟ الحقيقه ان في نظريه بتقول ان النشاط البركاني كان له دور كبير في انهاء فتره الجليد دي، زي ما كان ليه دور كبير في الدايره. البراكين كانت بتطلع غازات زي ثاني اكسيد الكربون، واللي ساعدت في رفع درجه حراره الارض تدريجيا وكسر دايره الجليد.